ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ أه والله انا متضايق من اللي بيحصل، لان القناة ما بقتش واخدة اتجاه قناة عربيات قوي، وبقينا نتكلم في الاقتصاد كتير. بس هنعمل ايه؟ طيب ما هو ده الوضع الحالي اللي مفيش مفر منه. يوم 3/8 تقريبا من يومين البنك المركزي رفع الفايدة على الايداع والاقتراض بنسبة 1%. طيب ده معناه ايه وهيأثر عليا انا في ايه عامة يعني؟ معنى كده ان اي حد بيحاول يحط فلوس في البنك بيحطها بفايدة 1%، هياخد فايدة 1% زيادة. والبنك برضه لما يطلع اقتراض هيطلع القروض دي بفايدة 1% زيادة. متوقع تنزل شهادات جديدة. أنا مش متوقع الموضوع ده قوي، البلد ممكن تكتفي بالشهادات الدولارية، بس ده مش موضوعنا. موضوعنا إن الفايدة دلوقتي على القروض الخاصة بالعربيات للأسف هتغلى. يعني إيه؟ يعني أنا لو واحد نزل اشترى أي عربية في السوق، فايدة العربية دي كانت مثلا 17%، 18%، هتزيد بنسبة 1%. طبيعي. لو نفتكر في الفترة قبل الأزمة الاقتصادية ما حصلت، كان قروض العربيات بنتكلم في 7% و8% و9%. ولو أنت مش موظف وما عندكش ضمانات وحاجات كده، كنا بنتكلم في أقصى حاجة 12%. من يومين واحد صاحبي اتصل عشان يسأل على عربية بروتون ساجا الجديدة، العربية الماليزي، كانت بتصنف فئة اقتصادية. المقدم 125,000 جنيه، القسط الشهري 8,900 جنيه على 7 سنين. يعني تقريبا العربية بنتكلم في 980,000، تقريبا مليون جنيه. المقدم مفيش منه مشكلة، بس دلوقتي أنا كعربية زي دي هدفع 8,800 جنيه قسط شهري فيها لمدة 7 سنين. يا جماعة دي فئة عربيات اقتصادية، العربيات دي معمولة للفئة الاقتصادية، يعني فئة متوسطين الدخل، مش عربيه لاكجري. انا ما بتكلمش على اوكتافيا اي 8، ما بتكلمش على تيجوان، ما بتكلمش حتى على كرولا اللي هي ماسكه سعر. انا بتكلم على عربيه، العربيه دي اول ما نزلت في 2012 تقريبا كانت عامله 68,000 جنيه. انا واحد اشتريت العربيه دي، كنت اشتريتها ب 72,000 او ب 73,000 جنيه، وقعدت معايا فتره. فعشان دلوقتي اشوف ان هي بتتباع زيرو بتتكلم ب 540,000 550,000، ولو هجيبها قسط تخش معايا في مليون جنيه، لا تضخم فعلا مرعب. طيب نعقد نفسنا دلوقتي طيب ولا نعمل ايه؟ للاسف الازمه مكمله شويه، هتخلص. يعني انا احب ابشركم ان هي كل حاجه بيجي عليها وقت وبتخلص، بس هي مطوله شويه. دلوقتي البنك اللي عندنا، البنك المركزي المصري، رفع الفايده 1% مع شهادات الدولار، ضربه استباقيه عشان خاطر الفدرالي الامريكي الحمد لله على الفايده 25 نقطه، واحتمال دي عليها تاني مره كمان قبل اخر السنه. السنه الجايه كل المحللين وكل التوقعات بما فيهم المحللين الامريكيين نفسهم قالوا ان استحاله البنك الفدرالي الامريكي يفضل معلي الفايده فتره كبيره. يعني ايه تعلي الفايده؟ يعني انا دلوقتي لما بعلي الفايده تقريبا 5.5% في امريكا، معنى كده ان البنوك ملزمه تدي الافراد اللي حاطه فلوس الفايده دي. مفيش استثمارات بتعملها البنوك تدخل لها الفرق. فممكن يحصل حالات افلاس كتير. هيجي عليهم وقت كده كده لازم ينزلوا الفايده. امريكا كان بيجي عليها وقت كان فايده 3 و1% على الدولار. ان شاء الله الازمه هتخلص في 2024، او بدايه الازمه هتخلص في 2024. 2024 النص التاني هنشوف استقرار حلو. دلوقتي في تعويم جاي ولا مفيش تعويم جاي؟ والله احنا دلوقتي بنحاول نعمل حصيله دولاريه. يعني ايه؟ بنحاول نمتص التضخم من السوق، عشان كده رفعنا الفايده 1%. منزلين الشهادات الدولاريه اللي هي 7% دي، عشان نحاول نحط الاستثمارات فيها. نحط شهادات دولاريه فيها. الحكومه ما بتسالش حد انت جبت الدولارات دي منين، عايزه الدولارات تخش جوه البنوك جوه النظام المصرفي. في الرئيس المصري بيحاول كذا زياره عشان خاطر يحاول يحط ودائع بالدولار في البنك. كل ده عشان خاطر قبل مراجعه الصندوق النقد في 15/9 نحاول لما نيجي نعمل مراجعه نحاول نقلل خطوه التعويم. يعني نتمنى ان التعويم، شروط الصندوق تكتفي بالاجراءات اللي مصر عملتها، وتستنى شويه في موضوع التعويم ده لما يبقى فيه حصيله دولاريه واستقرار اكتر. هي بس الناس بره مش عارفه حاجه، اقتصاد مصر غير اقتصاد امريكا. احنا اقتصاد خواف شويه.
المواطن المصري لما بيشوف في تعويمات بتحصل بيخاف على الدولار بتاعه، ما بيرضاش يحوله وما بيرضاش يفكه بالجنيه المصري، بيبقى قاعد مترقب بيحاول يخلص من العملة بتاعته غير بره. فهي دي المشكلة. فإن شاء الله إن شاء الله لو حصل تعويم ما يبقاش أكتر من جنيه، جنيه ونص، وإن شاء الله ما يحصلش تعويم خالص. التعويم اللي جاي ده إن شاء الله يبقى آخر تعويم أو تحريك سعر للجنيه المصري. إن شاء الله من أول 2024 يبدأ الفدرالي الأمريكي في تثبيت الفايدة، اللي يبدأ أو ينزل الفايدة كمان. زي ما قلت قبل كده عشان ما نبقاش ممل، الفايدة هتبدأ تنزل. أول ما الفايدة في الاقتصاد الأمريكي تبدأ تنزل أو في البنوك الأمريكية تبدأ تنزل، الهوت ماني أو الاستثمارات الساخنة هتيجي لدولة زي مصر بتدي 7%، دي تعتبر من أعلى الفوائد اللي موجودة دلوقتي. هيبقى عندك عملات في السوق. الدول الخليج إن شاء الله تقف جنبنا الفترة اللي جاية، وتفضل الودائع الخليجية موجودة عندنا في البنوك زي ما هي، وإن شاء الله تزيد كمان، ودي استثماراتهم ويخش في الشركات اللي مصر عاملة لها طروحات. العلاقات بين مصر ودول الخليج، عشان أنا شايف إن في ناس كتير بتتكلم في الموضوع ده، احنا بنتكلم في علاقات تاريخية، بنتكلم في دولة محورية في وسط دول الخليج تعتبر خط ظهر. بنتكلم لما حصلت مشكلة مع الكويت وحصل قلق في المنطقة، مصر كانت من أوائل الدول اللي كانت واقفة وكانت موجودة في الكلام ده. فمصر دول الخليج مش هتسيبها تقع، مش هتسيبها تقع، بس كل دولة دلوقتي بتدور على مصلحتها. هم مش هيدعموك بالقدر الكافي ان انت تبقى احسن منهم وتعمل مشاريع في مواني السخنة وتعمل مشاريع في العالمين وتسحب البساط من دول اصلا قايمة على السياحة وقايمة على الشحن وقايمة على الكلام ده كله، خصوصا ان هم دلوقتي بدأ يسيبوا من استثمار النفط ويركزوا في الاستثمارات التانية. فهي دلوقتي القصة كلها ان هم هيدعموك عشان ما تقعش، انت وشطارتك بقى ان انت تطلع. فان شاء الله الفترة اللي جاية ان شاء الله الازمة تبدأ تخلص، يبدأ يجي لنا فلوس من كذا حتة في العالم. الاستثمارات اللي مصر داخلة فيها مع الصين وداخلة فيها مع روسيا، وبنا شريك استراتيجي كويس لروسيا الفترة دي، ان شاء الله كل الكلام ده يفوقنا. الازمة السنة دي اصعب سنة في الازمة اللي هي 2023. ان شاء الله خلاص فاضل فيها 4 شهور وتتكل على الله، نخش في 2024 نبدأ نشوف استقرار نسبي، نبدأ نشوف هدوء، نبدأ السوق يبدأ يتحرك شوية، يبدأ يبقى في حركة في السوق، يبدأ نشوف يبقى في كترة في الإنتاج، الأزمات والحاجات النقص الإنتاج اللي موجود في كذا سلعة تاني بغض النظر عن العربيات كمان تبدأ تفك، ونبدأ نشوف حركة الفترة اللي جاية في السوق. ده فيديو قصير حبيت أقول لكم على آخر التطورات اللي حصلت الفترة دي، ونتمنى طبعا الخير لبلدنا كلنا، وإن شاء الله الفترة اللي جاية تبقى أحسن. كان معاكم مؤمن سيد، أشوفكم فيديو جديد. سلام.